إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة، برنامج يومي في حلقات، من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري، ومن إخراج داود الصديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. الحلقة الماضية تكلمت عن أشخاص مشكوك في نبوتهم وهم صالحون، ذكرت موضوع ذو القرنين هل هو نبي أو غير نبي، وذكرت موضوع تبع وسبب الشك هل هو نبي ولا مو نبي. قول الله تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فكان هذا الخطاب هل هو مباشرة فيكون نبي أو هو بواسطة نبي؟ هذا هو السبب الخلاف. وذكرنا تبع وذكره الله تعالى فقال: أهم خير أم قوم تبع؟ وبين في آية أخرى قال: وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فهل تبع نبي ولا غير نبي؟ احنا نتوقف في هذا لأن لا يوجد عندنا نص، وإنما الآيات فيها إيحاء بنبوته لكن لا يوجد عندنا نص. وآخر مسألة توقفنا فيها وهي مسألة الخضر، هل الخضر عليه الصلاة والسلام نبي ولا مو نبي؟ وذكرنا أن بعض أهل العلم يجنحوا إلى أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي بسبب قول الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهل الرحمة هي النبوة وهل العلم هو علم النبوة أو لا؟ وذكرنا أن موسى طلب الاتباع، أن يتبعه موسى على أن يتعلم منه، فلو كان وليا صالحا لما كان هذا الولي معصوم، لأن العصمة لا تكون إلا الأنبياء، ولا ينبغي لنبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم إلى الذهاب إليه ونظر إليه وهو يعمل أشياء كثيرة. ثم أن الخضر في النهاية قال: وما فعلته عن أمري، أو قال كما جاء قال: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وفصلنا في هذا الموضوع وأن المسألة فيها خلاف، هل الخضر نبي مرسل من الله تعالى أم هو عبد صالح أوحى الله تعالى إليه عن طريق نبي آخر أو إلى آخره؟ مسألة فيها خلاف، لكن بعض العلماء يقول القول بنبوة الخضر يسد باب اجتهاد الأولياء. يعني بعض الناس يقول: أنا وصلت إلى درجة الولاية فأنا أعمل أشياء، هذه الأشياء تقع في خلدي أو هذه الأشياء أراها في رؤى منامية وأنا أعملها، فهي حقيقتها غير الظاهر اللي ترون أنتم، استنادا إلى أن الخضر كان يسوي أشياء ظاهرها غير باطنها، فقتل إنسان لأن الظاهر غير الباطن، وخرق سفينة لأن الظاهر غير الباطن. القول بنبوة الخضر يسد هذا الباب، فنقول الخضر فعل هذا لأنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. عندنا آخر مسألة المتعلقة بالخضر عليه الصلاة والسلام، وهي هل الخضر عليه الصلاة والسلام أو رضي الله عنه وأرضاه حي أو ميت؟ هل هو حي أو ميت؟ هذه مسألة قديمة تناقش العلماء بها، ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن الخضر حي ولم يمت، وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة، وقد فتح القول بحياته بابا آخر للخرافة والدجل، فأخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر وأنه وصاهم بوصايا وتكلم معهم بكلام كثير، وهذا في الحقيقة الكلام ليس عليه لا أدلة لا من كتاب، وأمرهم بأوامر، ويروون في ذلك حكايات غريبة وأخبار يأباها العقل السليم، وهذا الكلام غير صحيح. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى تضعيف هذه الأخبار، وجمع كبير من المحدثين منهم الإمام البخاري وابن دحية وابن كثير وابن حجر العسقلاني، كلهم يرون على أن الخضر مات، وغير صحيح أنه ما زال متجول في الأرض. وأقوى ما يرد به على هؤلاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان حيا لكان فرض عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم وينصره، فقد أخذ الله العهد على الأنبياء كلهم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بمحمد وبنصرته إذ أدركه زمانه.
قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين في آل عمران. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقد سأل إبراهيم الحربي الإمام الجليل صاحب كتاب غريب الحديث سأل الإمام أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يرويان ويروى عنهما، فقال أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه وما ألقى هذا إلا الشيطان. يعني هذا كلام غير صحيح وهذا كلام غير منصف، وهذا مما ألقاه الشيطان في نفوس هؤلاء الناس. وسئل الإمام البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ قال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما راح يبقى على رأس 100 سنة من الآن، هذا الكلام بعد بدر، أحد حي. وبالفعل بعد 100 سنة لم يبقى أحد كان حي في ذلك الوقت على رأس 100 سنة. وهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أطال جماعة من محقق العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة، منهم الإمام ابن كثير في بداية والنهاية الجزء الأول صفحة 326، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان الجزء الرابع 184. وقد ألف الإمام ابن حجر العسقلاني رسالة في ذلك سماها الزهر النضر في نبأ الخضر، وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية الجزء الثاني 195، تبين أن الخضر عليه السلام أو رضي الله عنه وأرضاه ميت وليس حيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد توفاه وانتهى أمره. كذلك من المسائل الأخرى، يعني هذا يسحبنا إلى مسألة أن النبوة لا تثبت إلا بدليل. لا تثبت النبوة لإنسان ادعى أنه نبي لأنه وجيه في قومه. وترى بالمناسبة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ناس كثير ادعوا النبوة، يقول واحد ما كون بها، لا، في ناس كثيرين من الفرق والجماعات والفرق الضالة ما تزال في هذا العصر. بين فترة أخرى تسمع أن طلع عندهم نبي وطلع عندهم واحد يدعي النبوة. كافي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سجاح بنت مزاحم ادعت النبوة، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، طليح الأسد ادعى النبوة، مجموعة الأسود العنسي ادعى النبوة، كلهم ادعى النبوة في فترة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخلو زمان من وجود كذاب يدعي النبوة. فأهل السيرة والعلماء يرون على أن النبوة لا تثبت صحتها لأحد إلا بدليل من الله سبحانه وتعالى، وأن الرسل قد انتهت النبوة وختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يثبت لأحد نبوة إلا بدليل. يعني بعض النصارى يرون أن جرجيس نبي، وكان بعضهم يرون أن هؤلاء أنبياء بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، ولوقا اللي كتب الإنجيل هذول من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء لا تثبت نبوتهم إلا بخبر من الله سبحانه وتعالى فتثبت النبوة. أما ما عدا ذلك فإننا لا نثبت النبوة لأحد إلا بما جاء بدليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يتعلق في موضوع النبوة، وهي حاجتنا احنا إلى النبوة. شنو حاجة الناس إلى النبوة اليوم؟ يعني هذه شبهة من الشبهات أنا أحب أتكلم فيها اليوم، وهو الناس يقولون يعني احنا الآن في القرن العشرين والعالم أصبح متطور، واليوم أصبح العالم أكثر تقدما، احنا ما نحتاج أصلا اليوم إلى ما يسمى بالأنبياء ولا إلى الرسل ولا إلى ما يسمى بالروحانيات ولا إلى الرجوع إلى الكتب الصفراء. أنا ما أحتاج أجاوب على هذا، أقول يكفي أن اليوم عالم الجريمة الأخلاقية اللي قاعد تنخر أوروبا بشكل عام، زلزال الفضائح اللي قاعد يهز أركان الدول الكبرى وما خفي أعظم، اليوم ما يسمى بالعالم المتحضر قاعد يهدم بيته من الداخل بأيديهم وبحضارتهم التي تقتلهم. الجانب الروحاني هو جانب فراغ كبير يعانون منه، يحاولون القضاء على الفراغ الروحاني عند الإنسان من خلال تعاطي المخدرات، من خلال ما يسمى بالشراب الروحاني وهي الخمور، للتخلص من أن الإنسان تحول إلى آلة. اليوم أصبح عندهم ما يسمى بزنا المحارم، أصبح عندهم ما يسمى بالمثلية الجنسية. مع الأسف هذا الانحلال الخلقي جاءت الأنبياء لتقويم حياة الناس. ما تقوم حياة الناس لا بالآلة، ولا تقوم حياة الناس بالفلوس، ولا تقوم حياة الناس حتى بالقوة الأمنية. لابد من قوة دافعة أخرى تحرك الإنسان من الداخل. هذه ما تسمى بحاجة الناس إلى الرسل
وتعاليم الرسل لإصلاح القلوب وإنارة النفوس وهداية العقول، وكذلك حتى نتعرف على وجهتنا في الحياة. اليوم بوصلة الناس غلط في الحياة، هذه بوصلة خاطئة عند الناس، خاسرة، لا يعرفون الناس، ولذلك يقع الناس في الانحراف وفي الزيق، يقع إنسان طول حياته في الانحطاط. ولذلك جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام لتقويم حياة الناس، شيء اللي عند الرسل مو موجود عند غيرهم. ترى ثق تماما ما أتى به الرسل من معاني روحانية وتعاليم شرائعية ليست موجودة عند أحد. اسمع بس معي هذا الكلام اللي قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وفي كتاب الفوائد. يقول رحمه الله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر. إنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهة الرسل، لا ينال رضا الله البتة إلا على أيدي الرسل. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن أعمالنا وأخلاقنا. وبمتابعة هؤلاء الرسل يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، والعين إلى النور، والروح إلى الحياة. أي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على سيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وممن جل هذه المسألة وناقشها بوفرة الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقال: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إلى الرسالة فوق حاجتهم إلى كل شيء. الرسالة روح العالم ونوره وحياته. أي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فالعبد في ظلمة وهو من الأموات، كما قال تعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. فالله تعالى سمى رسالته روحا، والروح والنور فيهم الحياة، وبين الله سبحانه وتعالى أن الحياة بغير روح ولا نور لا معنى لها. فالإنسان ما يمكن تتعرف على الخير من الشر من غير الرسل. يقول واحد: الخير والشر مفطورين في نفس الإنسان. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى مسألة دائما يطرحها حتى بعض الفلاسفة وبعض علماء القواعد، وهو: هل معرفة الخير والشر هما فطريان أم مكتسبان؟ يعني هل بفطرة الإنسان يستطيع إنسان يعرف الخير والشر؟ فأنت ما تحتاج إلى الأنبياء، أنت بفطرتك تعرف الخير من الشر، أم لابد من اكتسابهم وتعلمهم من خلال الأنبياء؟ في الحقيقة يعني شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء وخاصة من كتب في هذه المسألة أفاض فيها، كما يقول أهل العلم من الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أشياء، وهي فطره الله سبحانه وتعالى على التفريق بين الحسن والقبيح، وهذه خاصة الإنسان، فقط الإنسان الذي يفرق بين الحسن والقبيح فيتميز به عن الحيوانات. أما الفطرة الثانية فهي فطر الله تعالى العباد على الفرق بين النافع والضار، فهذه مشتركة بين الجميع. يعني عزك الله لو تأتي بحمار تقول له دش النار ما يدش، لو تأتي بحمار تقول له دخل البحر ما يدخل. التفريق بين النافع والضار هذا عند الكل، الله تعالى أعطاها الكل. لكن التفريق ما بين الحسن والقبيح، أن هذا أحسن، اثنين تساويا منه الأحسن فيهم، هذه عند الإنسان الله تعالى أعطاها الإنسان. معرفة الجزئيات، تطوير الأشياء، هذا الله سبحانه وتعالى أعطاها الإنسان. فهناك أمور هي مصلحة الإنسان ولا يستطيع الإنسان إدراكها بمجرد عقله، لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته. فمن أين للعقل أن يتعرف على الله؟ إذا لابد
من الأنبياء، يعني مو يعرف الخير والشر بمجرد الفطرة، لكن لابد من أن يأتي الأنبياء فيعلمونه. فمن أين له أن يعرف الله ويعرف أسماءه؟ ومن أين له أن يتعرف على تفاصيل الشريعة التي شرعها الله تعالى؟ ومن أين له أن يتعرف على الثواب والعقاب وما أعد الله سبحانه وتعالى لأوليائه وما أعد لأعدائه؟ ومن أين له أن يتعرف على مقادير الثواب والعقاب وكيفياتها ودرجاتها؟ ومن أين له أن يتعرف على الغيب الذي لم يظهره الله لأحد من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله؟ ليس في العقل طريق إلى معرفتها. فهذا يدل على حاجتنا إلى الرسل. ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عنده كلام جيد في هذا الباب وهو مهم. قال: ومنها هنا، طبعا كلام في مفتاح دار السعادة، قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن خلالهم يتعلم الإنسان الطيب من الخبيث، أو يعرف الإنسان الطيب من الخبيث، وينال رضا الله سبحانه وتعالى ويتعرف على مرادات الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يتعرف على ذلك إلا عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة لما عقد مقارنة بين فيها حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب، مع شدة حاجة الناس إليه لصلاح أبدانهم. قال: فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم. قال: فحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، لا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم، يعني المزارع والقرى وعامة بني آدم، لا يحتاجون إلى الطبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، لعل أعمارهم متقاربة. وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب أن تموت الأبدان وتعطل الروح عنه. وأما ما يقدر أو يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك للأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة. لا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم، ويعني يقصد بذلك يعني جسم الرسالة والنبوة التي جاء بها الأنبياء. فمهما زعم الناس وزعم العالم أنهم مستغنون عن الرسل والرسالات بعقولهم التي وهبها الله تعالى إياهم، فذلك غير صحيح، لأن عقول العباد تستطيع أن تميز ما بين الحسن والقبيح، لكنها لن تستطيع أن تتعرف على الله ولا أسمائه ولا صفاته ولا شرائعه ولا مراداته ولا الثواب ولا العقاب ولا ما أعد الله للأولياء ولا مقدار الثواب والعقاب ولا الكيفية ولا الدرجات ولا أمور الغيب التي لم يظهر الله سبحانه وتعالى عليها أحدا. ذلك لا مجال للعقل أن يدخل في هذا الباب. ويمكن عندنا على سبيل المثال ما تسمى بعقيدة البراهمة، وهذا عقيدة البراهمة كان يدعو إليها المهاتير غاندي. والمهاتير غاندي هو نفسه في كتابه كان يقول عندما أرى البقر لا أجدني أرى حيوانا، لأني أعبد البقر وأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع. يقول: فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، تتطلب منا خدمات طويلة لأنها أرضعتنا طول عمرنا نخدمها، نظير هذا الشيء البسيط. لكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما، لا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي. ومضى غاندي عابد البقر يقارن بين الأم الحقيقية والبقر، موردا الحجج والبراهين على أفضلية البقر على الأم الحقيقية. فملايين الهنود يتوجهون للبقر بالعبادة والإجلال، وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء
الملايين. وكتبت مجلة العربي تصدر طبعا عندنا في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف من شتى أنحاء الهند. بقي أن نعلم أن الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران. هذا ما وصل إليه العقل. هذا العقل، مو تقول العقل الآن العقل خلى واحد يعبد خنزير، واحد يعبد فيل، واحد يعبد نمل، واحد يعبد فار، واحد يعبد بقرة. هذا ما وصلت إليه العقول، لاختلاف والتفاوت ما بين العقول في التحسين والتقبيح. فما تراه أنت قبيح العقل الثاني يراه حسن، ما يراه العقل الثاني حسن يراه العقل الثالث قبيح. يعني الحين امرأة ترى أن التعري وكشف عورتها ومفاتنها للناس شبه عارية، ترى أن هذا أمر حسن وهو ملفت للناس وجاذب لانتباههم. واحدة ثانية ترى أن هذا قبيح، هذا مو حسن، هذا بالعكس العورة لازم تغطى. منو المقياس طيب؟ منو المعيار؟ منو الفاصل في معرفة الحسن من القبيح؟ من اللي يميز لي إذا تساوى الحسن والقبيح صاروا في كفة واحدة أخذ شنو؟ هذا شغل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. جاء الأنبياء كي يميزوا للناس ما بين القبيح والحسن، لكي يدلوا الناس على الحسن من القبيح. فليس ما استحسنته العقول عقل الإنسان يكون حسنا عند الله، وليس ما استقبحته العقول يكون قبيحا عند الله. يمكن عقول الناس تستقبح أن تتبع إنسان، يعني مثلا عقل الإنسان يقول أنا استقبح أني أرجم حجر، أنا استقبح أني أنا أذبح خروف. ليش أذبح خروف؟ أنا استقبح ذلك. أنا استقبح أني أقعد في الشمس، أنا استقبح أني أصوم. ما استقبحته العقول قد يكون حسن عند الله تعالى، ما استحسنته العقول قد يكون قبيح عند الله سبحانه وتعالى. فالمعيار الحسن والقبح شرعيان وليس عقليان. يعني الشرع هو الذي يأتي به، والشريعة لا تأتي بما تحار به العقول، إنما يأتي بما تحيل به العقول، يعني ما تتفكر به العقول، ولا تأتي بما يستحيل به العقول. فصل هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل. يعني لا تعارض ما بين صحيح المعقول وصريح المنقول، لا تعارض بين هذا وهذا. نكمل إن شاء الله الحلقة القادمة. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.